صلى على النبي قبل ما نبدأ فيلمنا. معلش صوت النهارده هيكون بس هادي شوية أو تعبان عشان مطبق بقالي 3 أيام. يلا نبدأ الفيلم. الحبايب تستعد، عندنا طلعة عظمة النهارده. بيبدأ فيلمنا الجميل في مدرسة تعليم الفنون القتالية، مدرسة شاولين، وبنشوف المعلم واقف قدامه مجموعة من الطلاب البنات، والمعلم بيبارك لهم إن هم النهارده خلصوا اليوم ال6000 في المدرسة، وبكده خلصوا التدريبات اللي عليهم، وبيفضل يسأل كل واحدة فيهم عن خططهم أما يمشوا من هنا. واحدة منهم بتقول له إن هي نفسها تبقى مضيفة طيران، والتانية بتقول له إن هي نفسها تبقى ممثلة. أما تالت بنت الطالبة ري بتقول له إن حلمها إنها تعلم الكونج فو اللي اتعلمته هنا لكل الناس اللي في قريتها. وبعد ما بيمشوا المعلمين بيفضلوا يتكلموا مع بعض، واحد منهم بيقول إن على فكرة ري دي بنت ذكية وشاطرة جدا، وإن قوتها كبيرة جدا وبتعرف تسيطر عليها. قالوا القائد إن هما ما يقدروش يعملوا حاجة حتى لو وصلت القوى المظلمة. ولما بتوصل ري لصالة التدريبات اللي فيها القرية بتاعتها بتلاقيها مهجورة وحالتها بالبلة. في الوقت ده في الجامعة واحدة من الموظفين بتعرض يشير مدير الجامعة مقالة عن القوى المظلمة للكونج فو شاولين. ري في قريتها بتفضل تلف على معارفها والناس وبتسألهم عن الصالة الرياضية وايه اللي حصل لها، ليه اتقفلت وبقت مهجورة بالشكل ده، بس مش بتلاقي جواب لأن محدش بيكون عارف سبب قفلها. بتتمشى ري في قريتها وبتقرر تدخل لمطعم تاكل أي حاجة. مجرد ما بتدخل بتلاقي طبق رز طاير منهم في الهواء وهيقع وهيخرب الدنيا، بس ري بتطير وبتمسكه بسهولة بفضل التدريبات اللي اتعلمتها في الكونج فو. وشوية وبنشوف طبق شوربة طاير في الهواء. في ايه يا جماعة؟ مش كده. بتقدر ري بشبكة الهوكي بسرعة وتلحق الطبق ده كمان. بنعرف في الآخر إن الطباخ ده كان معلم كونج فو، ورو تعرفه وكانت بتتدرب معاه. بيسلموا على بعض بتحيات الكونج فو. وقعت قلبنا البنت. هي يعني كل الفرهدة دي تحية بس؟ ماشي يا سيدي، ما تسلموش على بعض تاني. وري بتسأله ايه اللي حصل لصالة التدريبات، وهو بيقول لها معرفش وانها اتدمرت. وبسرعة بيغلوش على الموضوع ويتهرب من الإجابة ويقول لها بس انت شكلك جعانة أكيد، هروح أجيب لك طبق عامله بإيدي تاكلي صوابعك وراه. ري بتسيب المطعم وبتجري على صالة التدريبات وبتفضل تحاول توضب وترتب فيها وتروق أي حاجة تقدر عليها. وبتنام روي على نفسها من التعب. وتاني يوم الصبح بتصحى رو على صاحبتها منمني وجايبه لها أكل. وريو بتقول لها ان حلم حياتي انشر الكونج فو زي ما جدي كان نفسه في كده. وصاحبتها بتقول لها ان بحاول اتعلم الكونج فو بجانب الهوكي. ري بتسالها يعني ايه هوكي؟ من بتقول لها انت ما تعرفيش يعني ايه الهوكي؟ لا ده انت كده لازم تيجي تتدربي معايا بقى. وبتاخدها للجامعه وبتعمل لها كارنيه عشان تقدر تدخل وتتدرب معاها هوكي. وبيدخلوا يتدربوا. واما روي بتشوف البنات في الملعب بتعرض عليهم تعلمهم الكونج فو شاولين، وبيفضلوا يضحكوا ويقولوا لها كونج فو شاولين ايه ده، انت شكلك على الله حكايتك خالص. رو بتاخد مضرب الكرة وبتضرب الكرة ضربة قوية جدا لدرجة ان من قوة الضربة بتتكسر نافورة في المدرسة. رئيسة فريق الهوكي مش بيعجبها اللي حصل ده وبتقول لها ان ده مش صح وانك لازم تعرفي تتحكمي في الكرة بتاعتك وفي ضربتك وقوتها. بنشوف يوشيري وهو بيتكلم مع الموظفين وبيقول لهم انهم محتاجين طلاب اكتر واكتر في الفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس. بتقول له الموظفة ان جم 3 طلاب جداد ولسه هيجوا طلاب تاني. في الملعب بنشوف المدرب ريوجي وهو رايح للبنات وبيسأله مين اللي ضرب الكرة كده وكسر النافورة، وميني بتقول له دي صاحبتي ري. فبيسأل المدرب ري ويقول لها هو انت طالبة في الجامعة؟ فهي بتقول له لا. وبيفتكر المدرب ان ري هي نفس البنت اللي كانت في المطعم وشافها وهي بتلقط الاطباق وهو طاير في الهواء، فبيعجب بيها جدا وبيقرر يضمها الفريق بتاعه. وبيكون ماشي هو وري في الجامعة. روي بتشاور له على مبنى كبير في الجامعة وتسأله عنه، فبيقول لها ده مكان تدريب خاص وممنوع اي حد يدخله. بترجع من المطعم وبتقول للمعلم ان ري بقت بتتدرب هوكي معاها في الجامعة وانها هتلعب في فريقها. فهو بيقول لها بس هي مش هتقدر تلعب عشان هي مش طالبة في الجامعة. فبتقول له انها قدمت طلب عشان تنضم الجامعة. تاني يوم البنات بتكون بتتدرب في الملعب وبيجي المعلم هيودا، اسمه غريب شوية، شكل الست الوالدة كانت بتتوحم على بنت اسمها هويدا. المهم وبيعرف نفسه وبيقول لهم ان المدرب الجديد بتاعهم في الفريق. بتروح ري صالة التدريبات وبتلاقي بدلة الكونج فو بتاعت جدها وبتتأثر ري بيها جدا وبتفضل تبص لها. وبتدخل عليها صاحبتها مني وبتقول لها عاوزاكي تعلميني كونج فو شاولين بس في السر كده من غير ما المعلم يعرف. بتوافق ري وبتبدأ تدرب صاحبتها. أول تدريب بتعلمه تدريب الثبات، وبيكون ان هي تقف وهي تانية ركبتها شوية وفوق راسها طبق، ولازم تقف ثابته اطول وقت ممكن وتحافظ ان الطبق ما يقعش. طبعا مش بتعرف في الاول وبيكون الطبق هيقع منها وريو بتخطفه بسرعه. تاني تدريب انها تتعلم يبقى قبضتها قويه وده عن طريق تراجع دراعها لورا على قد ما تقدر وتضرب. تالت تدريب تقف على ايدها ورجليها تكون ثابته لفوق. هو يا مفاصيلي التدريبات دي لا انا لا سني ولا لياقتي تستحمل لي باللي بشوفه ده. المهم يا صديقي بتفضل تمرنها على القطاع وازاي تتحرك بسرعه، واخر حاجه بتعملها ازاي تركز وتخلي
كل قوتها تبقى في ايديها، وبتقول لها رغم انه بيبين لك سهل التدريبات ده لكنه من اصعب التدريبات واهمهم. بنرجع للجامعه وهناك الموظف بيشوف طالب التحاق رايب الجامعه، وبيروح يقول لشويري ان في بنت كانت طالبه في مدرسه كونج فو شاولين ومقدمه طلب الالتحاق للجامعه وانها بتتدرب هوكي هنا. في الملعب بيكون المدرب هيودي بيدرب البنات على الهوكي، وهما بيتدربوا على الجري عربيه مدير الجامعه بتعدي من جنبهم. بيعملوا مباراه هوكي وديه، بتكون مباراه كده لتدريبات على البطولات الحقيقيه، بس المدرب بيرفض ان ري تشارك في الشوط الاول وبتتعادل الفريقين، وبتصمم ري تنزل الشوط الثاني تلعب، وبتنزل فعلا وبيكون ضرباتها قويه جدا لدرجه انها بتضرب الكره فبترد في العارضه وتيجي في المرمى بتاع فريقها. هدف رائع ولكن في مرمانا، وري بتكون بتلعب لوحدها ومش بتمرر الكره لباقي الفريق، هي بنت الرخامه دي، فطبعا فريقها بيخسر. والبنات في الفريق بتاعها بيقول لها ان هي كده غلط وان دي لعبه جماعيه ولازم الكل يشارك فيها، دي روح الفريق، وان الهوكي مش مناسب ليها وتروح تلعب اي لعبه تاني. والمدرب بيقول لها نفس الكلام. روي عشان دايما بتلعب قتال فمش بتكون فاهمه يعني ايه روح فريق ويعني ايه يلعب مع اكتر من شخص. بتعتذر لهم وبتقول لهم ان هي ما كانتش تعرف كده وبتمشي، وبالليل لوحدها بتفضل تتدرب على الهوكي وبتفضل تتخيل ان باقي الفريق معاها وبتتدرب انها تمرر لهم الكوره، وبتكون ميمي شايفاها من بعيد. الصبح بتشوف فريق كرة قدام بيلعبوا والمدرب مجمعهم وبيقول لهم انهم لازم يلعبوا بروح الفريق. ري بتسمع كده وبتروح تطلب منه ان هي تتدرب معاهم وبيوافق، بس برضه ري مش بتمرر الكرة لحد، وبيشوفوها بنات فريق الهوكي وبيقولوا دي مفيش منها فايدة، فأي لعبة هتفضل أنانية. بالليل بتفضل ري تدرب صاحبتها على الكونج فو شاولين، والصبح بتروح الملعب وتلعب كرة قدم وتمرر الكرة لباقي الفريق، وفريق الهوكي بيشوفها وبيحس ان هو خلاص في تغير، وبتروح تدرب ميمي وبينضم ليهم بنات من فريق الهوكي. وبتكون ري مبسوطة جدا ان حلمها بنشر الكونج فو ابتدى يتحقق، والبنات بيطلبوا منها انها ترجع تتدرب معاهم هوكي من تاني، وبيطلبوا من المدرب بتاعهم انه يرجعها تاني لان هي اتغيرت فعلا، والمدرب بيوافق. وبترجع روي للفريق والفرقة بتكون اقوى وبيكسبوا في اي مباراة يدخلوها لان روي بتساعدهم بجد وتعلمت تلعب بروح الفريق. وبنات الفريق بيساعدوا روي في تنظيف صالة التدريبات المهجورة وبيتدربوا فيها، وبيروحوا وقت الغداء للمطعم وبيكون كل بنات الفريق هناك. وبتلاحظ روي غياب المدرب بتاعهم وبتسأل عنه، بيقول لها ان حد النهر وبتروح له هناك وبيسألها المدرب يا ترى تعرفي ايه السبب اللي خلى جدك يبعتك تتدربي في مدرسة شاولين في الصين؟ بتقول له عشان هو بيكون بيحب الكونج فو قوي وبيحب ينشره وعاوزني ابقى خليفة وابقى زيه. المدرب بيقول لها انه بعتك الصين بسبب القوة الكبيرة اللي عندك وبعتك عشان تتعلمي ازاي تسيطري على القوة دي، وبيقول لها ان ما ينفعش تدخل في اي قتال وهو دايما هيبقى معاها وجنبها. وبالليل بتروح روي لصالة التدريبات وبتحس بحركة غريبة وان في حد في المكان واقف وراها، وبتشوف 4 لابسين بدل واقفين حواليها وبيحاولوا يضربوها، بس ري مش بتكون عاوزة تدخل معاهم في قتال فبتصد ضربتهم، بس هو بتنط في الهوا فوق منهم بس هما بيجروا وراها تاني وبيلفوا حواليها، وهي بتهرب وتخرج بره الصالة خالص وتهرب منهم. وبيتصل واحد منهم بشوري ويبلغوا ان ري هربت منهم وما حاولتش حتى تدخل معاهم في قتال. بيجي اتصال للمعلم في المطعم فبيخرج بره المطعم، وبتيجي روي تدور عليه ومش بتلاقيه. المعلم هويدا يكون راح لصالة التدريبات وبيمسك صورة جد راي وبيفتكر يوشوري اللي كان واحد من ضمن تلاميذ جد راي لما ضربه عشان يقول له على مكان راي، بس هو رفض. في نفس الوقت بيدخل عليه الصالة يوشوري بيضربه، كنت افتكرت ربع جنيه، وبيضربوا يوشوري بالرجل بس المعلم بيسد ضرباتهم ومش بيحاول يتقاتل معاه، وبيقول يوشوري انت مش بتضرب ليه، خايف ولا ايه؟ وبيضربه جامد وبيوقعه على الارض. وبيسأل المعلم انت ليه عاوز تطلق قوة راي؟ بيقول له عشان هو ليه فترة طويلة مستني يقاتل مع حد قوي زيها. وبيفضل يضرب المعلم مرة في بطنه ومرة بركبته ومرة في وشه وبيسففه تراب الصالة، والمعلم مش بيرد كل الضربات دي، ده بيسجد في الارض وبيقول له يسيب ري في حالها. بيدوس يشير برجليه على ظهر المعلم، والمعلم بيقول له ان الكونج فو مش وسيله للقتال. يشير بيضربه برجله في وشه وبيطيره بره المكان، وبيتصل يشير برجالته وبيأمرهم يدمروا اي حد ليه علاقه بري. وبتروح ري صالة التدريبات وبتلاقي المعلم مرمي في الارض وبتروح تساعده يقف على رجليه، وفجأة بيلاقي الصالة ولعت وبتاخد ري المعلم وبيجروا وبيهربوا من المكان. بنروح للمطعم واللي بيهجم رجاله مقنعه وتخطف مني، وبيفتحوا الغاز في المطعم ويمشوا. فو اللي معاه في المطعم بياخدوا بالهم من ريحه الغاز، بيجروا بسرعه قبل ما المطعم يفنجر. وبترجع ري للصاله وهي مولعه وبتاخد بدله المعلم وبتطلع جري، والمعلم بيقول لها ما تتاكليش علشان الجانب المظلم هيكون في انتظارها. فو اللي معاه بيوصلوا على اخر نفس وبيروحوا يقولوا للمعلم ان المقنعين من نادي القتال حرقوا المكان وخطفوا مني. ري بتقول للمعلم انها لازم تقاتل عشان ترجع مني، وانها هتعرف تتحكم في قوتها وما تشدش للجانب المظلم. وبتلبس ري بدلة المعلم وبتروح الجامعة، وبيكون في مقاتلين كتير هناك
بتهرب منهم وتدخل للمبنى اللي سألت عنه قبل كده، والمدرب قال لها ان التدريبات الخاص ممنوع الدخول فيه. بتدخل للمبنى ده وبيدخل وراها المقاتلين وبيكون عددهم كبير. بتتقاتل روي مع اول مقاتل وبضربه واحده بتكسره وبتوقعه في الارض، وبيجي باقي المقاتلين وبيبقوا كلهم عليها، بس هي قويه جدا وبتضرب ده بالرجل وده بايديها وبتتنقل بخفه وسطهم وبتقضي عليهم واحد ورا التاني، وبتنط للسلم وبتوقع شويه منهم هناك. وبيجي يونج وفو يساعدها، بينزلوا على السقف. هو زي ما بقول لكم كده بيساعدها فو تنط وتوصل للدور التاني، وريو بتلاقي فيه مرايات كتير وبتجري وتوصل للسلم، وفجأة بتلاقي اسهم بتتحدف عليها من كل مكان وبتتجرح في ايدها وبتحاول تتشعبط على السور وتكسر الشباك، وتدخل تلاقي نفسها في أوضة مليانة شاشات كتير وكلهم بيعرضوا القتال اللي كان بينهم وبين المقاتلين من شوية. وبتجري بسرعة وبتلاقي قضبان حديد، وبيجي 3 مقاتلين مقنعين وبيحاولوا يضربوها وهي بتحاول تهرب منهم، ولما بتلمس ايدهم بعض بيطلع منها شرارة كهرباء وبتنط ورا واحد منهم وبتحط ايده على السور الحديد وبيتكعر، وبتضرب التاني بالرجل وبتنيمه في الأرض، والتالت بتكسر القناع اللي على وشه بإيدها وبيموت. وبتتفتح القضبان وبتعدي الراي وبتوصل لأوضة فيها 3 مقاتلين. اول واحد بيضربها برجليه ضربه قويه جدا، بس هي بتتجنب ضربته، والاتنين التانيين بيضربوها برجليهم في بطنها فبتطير في الهواء وتكسر حيط الخشب بتاع الاوضه. بس ري بتقوم وبترجع لهم وهي معاهم جردل وفطين وعصايه. ايه يا ري يا حبيبتي ده وقت تنظيف، وبتحط الجردل على العصايه وبتضربه قوي. بتلبس الجردل في وش واحد منهم وكل فوطه بتروح لواحد من الباقيين، وبتروح تضربهم بالرجل وبالبوكس وهم متغميين ومش شايفين اي حاجه وبيحاولوا يضربوها، فبيضربوا بعض وبيقوموا عشان يضربوها. بس بيدخل عليهم ريوجي وبيقول لهم كفايه لحد كده، وبيقول لها ان هو اللي فتح الغاز وولع في المطر، وبيدخلوا في قتال سوا وبيفضل يطير في الهواء ويديها في بطنها وهي تطير وتضربه بالرجل. معانا خفافيش هنا وبتقع ري في الارض وهو بيكون مديها ظهره، فبتكون واقفه وبتركز وبتجمع قوتها، فبتتشكل حواليها طاقه نور. واول ما بيجي علشان يضربها بتطير ري في الهواء وجسمها طاير لفوق، وفجاه بتظهر فوق وهي ماسكه دماغه بايديها وجسمها طاير في الهواء، وبتضربه ضربه قويه جدا في بطنه فبيطير وبيكسر الحيطه الخشبيه وبيقع من البرج وبينزل لتحت خالص وبيكسر الازاز اللي في اول دور وبينزل على فولين اللي بيلقفوه فوق ايديهم. اتكتب لك عمر جديد يا ابن المحظوظه. وري بتاخد الاسانسير وبتطلع للدور الاخير وبتدخل لاوضه هناك وبتلاقي مني صاحبتها نايمه على الكنبه وبتفضل تنادي عليها، وبيكون يشوري مستنيها في الاوضه وبيقول لها اتاخرت قوي يا مزمزيل. تحس هو بيقول لها يا مزمزيل بيطلب ايديها من هيما وبيضربها ضربه قويه بايده وبتقع على الارض من قوتها، وبتقوم ري وتديله برجليها وبيفضلوا يتقاتلوا وبيمسك رجليها وبيضربها ضربه قويه في بطنها، وبيكون وراها حمام سباحه فبتقع فيه فبتطلع وبتقف على الميه وبيروح لها يشوري ويقف هو كمان على الميه، هو محدش احسن من التاني بقى. وبيتكلم مع ري بنبره صوت مختلفه وبيقول لها تدخل للعالم المظلم معاه، وبيحاول يكلمها ويقنعها تيجي معاهم للجانب التاني، بس هي مش بتقتنع وبتحاول تهرب، فبيعمل حاجز بالميه وري بتعرف تتخطاه وبتضربه ضربه فبيقع في الميه، وبيفضل يقول لها ان هوريها جمال الجانب المظلم وان مش زي ما هي متخيله، وبيحاول يسيطر عليها بطاقه الظلام بتاعته. بس ري بتخرج من الميه وبتلتف حواليها حلقه من طاقه النور وبتطير جدا، وبيطير وراها يشوري وبيكون حواليها طاقه مظلمه وبيكسروا ازاز السقف وبيطيروا لفوق في السماء، وبتكون ري طايره لفوق مسافه اعلى من يشوري وبيطير ناحيتها يشوري عشان يضربها، فهي بتحضنه وبتقعد تفكره بذكريات طفولتها الجميله وبتحاول ترجعه من الجانب المظلم اللي مسيطر عليه وبتخرجه من الجانب المظلم، وبكده يبقى طاقه الخير انتصرت على طاقه الشر، وقدرت ري تتحكم في نفسها وفي طاقتها وما تتجرش للجانب المظلم زي ما كان جدها بعتها تتدرب هناك عشان كده. وبعدها بيتملي حمام السباحه بالميه بدرجه كبيره جدا لدرجه انه بيتكسر وبيتهدم، وبتقع الميه على الدور اللي موجود فيه المقاتلين لتحت خالص، وبتنزل ري وشوري من السما لتحت من تاني، وشوري بيتخيل انه رجع طفل من تاني وبيطلب من ري اللي بتكون طفله بيطلب منها تعلمه الكونج فو، وبعدها بيرجع يشوري لطبيعته البشريه الجميله من تاني، وبترجع ري تلعب في فريق الهوكي مع من صاحبتها اللي بتكون انقذتها من ايد يشوري، وبتكون البنات في الفريق مبسوطين برجوع ري ليهم من تاني. وبكده يبقى خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك وتفعل زر